السلام عليكم حبيباتي، اخباركم ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. صلوا على النبي. النهارده ان شاء الله معانا سمك مشوي كده زي ما انتم شايفين، اللهم بارك. اخوات جوزي كل ما يجوا عاوزين سمك مشوي. هفرجكم بقى على السمك اللي جبناه النهارده ما شاء الله اللهم بارك، وايه اللي احنا حضرناه معاه. في محل كده، كان المحل ده لسه فاتح جديد وكده، اسمه شادر السمك زي ما انتم شايفين كده. فقلت انزل اجيب منه بسرعه لانهم جم وقالوا لي ان هم عاوزينه. عنده قلي وشوي، بيعمل سنجاري. قلت اجربه، كنت اول مره اجيب منه المحل ده، كان لسه فاتح. وده اللي انا جبته. هبدا بقى احضر باقي الحاجات جنب السمك. هنا طلعت خضرة محشي وطماطم وفلفل وخيار كده عشان اعمل السلطه زي ما انتم شايفين كده، نقعتهم في الطبق ده شويه. عملت بقى كميه سلطه كبيره يعني ما شاء الله. بحب الطماطم اكتر في السلطه فزودت طماطم، وحطيت بقى على شويه ماء وسبتها تتنقع كده. وجبت بقى كمية رز برضو ما شاء الله اللهم بارك كده. هبدأ بقى اغسلها كويس. هغسلها زي ما انتوا شايفين كده بقى. مكنتش عارفة عشان كنت بصور بالايد التانية بقى. اغسلها بقى، ابدأ اغسلها واصفيه كويس من المية اللي فيه دي، وبعدين نعمله مع بعض. ما شاء الله اللهم بارك كده. كنت خلصت غسيل اهو، غسلته وصفيته كده كويس. هبدأ بقى اغليله مية في الكتل، واحط هنا حلة كده وفيها شوية زيت، وانزل بالرز بتاعي. هحمره كده اديله تحميرة. الطريقة دي بحبها اوي في الرز، بتديله لمعة كده وبيكون مفلفل كده معايا وبيلمع كده من الزيت، والزيت بيختلط بيه كله. وهحط معلقة ملح كده واقلب كل الكمية بتاعتي، وافضل اشوح فيه شوية كده، وبعدين انزل بالمية السخنة بتاعتي، مينفعش احطها على مية باردة. هقلب بقى كويس كده وانزل بالمية بعد شوية، لما احس ان هو كله خلاص اتشرب بالزيت، والزيت يعني اختلط بيه شوية واخد معايا لون بسيط كده. بدأت بقى نزلت بالمية السخنة بتاعته اهو، المية تكون على قد الرز. وهغطيه بقى، اول لما ينشف معايا ههدي النار خالص. طبعا هعلي عليه دلوقتي لحد ما ينشف زي ما انتوا شايفين كده. هقلبه كله كده كويس، عشان طبعا لما بيتحمر بتحس ان في حاجات لزقت منك في الحلة وكده. فهبدأ بقى اغطيه، بدأ يغلي معايا اهو. هبدأ بقى اغطيه واسيبه ان هو يتشرب بكل المية. وهجيب بقى الطماطم والخيار والحاجات اللي انا عملتها للسلطة دي، وابدأ اقطع. ضفت بنجرية كده، البنجر له قيمة غذائية عالية وحلو. فقطعت واحدة كده على السلطة، وبلاش تقطع كتير عشان ما يغيرش طعم السلطة. وهنا كده جبت بصلتين كبار كده، قطعتهم التقطيع اللي انتوا شايفينها ده، وحطيت عليهم شوية خل وشوية ليمون وشوية ملح. هبدأ بقى اقطع كل كمية السلطة اللي معايا دي، وزودت عليها كمان دول. جبت فصين توم كبار كده، قطعتهم برضو قطع صغيرة معاهم. في ناس ما بتحبش التوم، مش مشكلة، بس انا هقطع بقى كل الكمية كده زي ما انتوا شايفين اللهم بارك. زي ما انتوا شايفين كده كنت خلاص خلصت كل كمية السلطة. وبصوا الرز معايا خلاص كان نشف، وطيت بقى عليه خالص، وبدأت ان انا اقلبه كده من فوق لتحت عشان اضمن ان هو كله يستوي معايا. ما شاء الله. بصوا كان مفلفل وجميل ازاي، وفي لمعة كده. الطريقة دي بحبها قوي في الرز. ما شاء الله زي ما انتوا شايفين كده. اسيبه دقيقتين كمان، وبعدين بقى اطفي عليه النار. عملت بقى كمية رز كبيرة كده عشان تكفي العدد اللي جايلي ده. وانا كان عندي شوية جرجير وبقدونس كده، طلعتهم حطيتهم في المية عشان لونهم يبقى حلو كده وكأنهم لسه جايين، عشان كانوا في التلاجة عندي. وسبتهم منقوعين في المية دي. هنا قطعت التوم اهوت وعصر الليمونة بقى على السلطة دي، واحط شوية ملح وشوية كمون وخلاص. اللهم بارك. هبدأ بقى ارص الاكل بتاعي. ده السمك اللي جبته، كان عبارة عن سمك تونة زي ما انتوا شايفين كده. جبت 2 كيلو منه. ما شاء الله اللهم بارك، السمكية كانت قد الحوت. بدأت بقى احط الاكل بتاعي، الرز والسلطة.
وكنت جايبة برضو سمك من اللي هو الشخورة ده نص كيلو زي ما انتوا شايفين كده. هبدأ افتح كل الكمية اللي معايا. بصوا ما شاء الله السمك كان جميل قوي. تجربتي مع المطعم او بتاع السمك ده كان حلو ما شاء الله. كان السمك جميل جدا اللهم بارك، يعني كان يوم حلو. ما تنسوش بقى اللايك والاشتراك في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. السلام عليكم. لو حابين اي اكلات او كده قولولي في التعليقات، ولو عندكم اي حاجة حابين تقولوها لي، وان شاء الله الايام الجاية هنعمل مع بعض حاجات حلوة كتير. فاي حاجة حابين ان انا اعملها لكم او كده قولولي برضو. ما تنسوش بقى تصلوا على النبي وتشتركوا في القناة وتدعموني باللايكات. ما تنسوش تصلوا على النبي. السلام عليكم حبيباتي.